بتقول لي انا متطلقه بقالها شهر، وتقول انا خايفه جدا، ده انا عرفت ان في واحد رد مراته بعد ما طلقها من غير ما هي تعرف. هو ده ينفع ان واحد يبقى مطلق مراته ويردها من غير ما هي ما تعرف؟ عاوز اشوف القانون بيقول ايه في الكلام ده. ده اللي هرد عليه مع بعض النهارده. الواحده لما تتطلق بيبقى ليها فتره عده. فتره عده اللي هي 3 حيضات او 3 اطهار او 3 شهور بالمعنى اللي العالم كلها عرفته. 3 شهور. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. القرء من العلماء من قال اللي هو الحيضه، والقرء من قال هو الطهر. وفي غالب قالوا الطهر او القرء يعني بيناسب الشهر، فيبقى لها 3 شهور عده. طيب الحاله دي الواحده اتطلقت وما عداش ال3 شهور، هي لسه مطلقه من شهر او 2 او 3 شهور، 3 شهور الا ما عداش عليها ال3 شهور، الراجل ينفع يرجعها؟ لو الطلقه رجعيه لسه فتره العده وهي على ذمته، هو يقدر يرجعها حتى من غير ما هي ما تعرف. ممكن يكلمها تليفونيا ويرجعها، ممكن يبلغ اخوها، ممكن يبلغ ابوها، ممكن يروح للمأذون، ممكن يعمل اي حاجه يرجعها، لانها في فتره العده دي هي على ذمته، هي من بيته. حتى بدليل ان هو لو مات وهي في فتره العده دي ترث فيه، حتى لو فضل لها يوم واحد في العده. لو عدى 3 شهور الا يوم والراجل ده مات، ترث فيه الميراث الشرعي. يبقى احنا متفقين ان المرأة طول ما هي في فترة العدة ما عداش عليها 3 شهور، الراجل يقدر يرجعها في اي وقت. طب لو عدت ال3 شهور تحولت الطلقة الاولى او الثانية اللي هي الرجعية دي الى طلقة بائنة، ما ينفعش يرجعها الا لما يعقد عليها عقد جديد وبرضاها. يبقى طول ما هي في فترة العدة 3 شهور له الحق ان يرجعها. عدت ال3 شهور لابد المراجعة دي تكون بموافقتها وبعقد ومهر جديدين. طول ما هي في الطلقة الأولى أو الثانية، الطلقة الثالثة هتختلف. الطلقة الأولى أو الثانية طول ما هي فترة العدة طلقها أول طلقة النهاردة لسه ما عداش 3 شهور يقدر يرجعها. طلقها تاني طلقة ما عداش عليها 3 شهور يقدر يرجعها. طب عدى 3 شهور يعقد عليها عقد جديد ومهر جديد بموافقتها. دي في الطلقة الأولى أو الثانية. الطلقة الثالثة لها حال تاني. ليه الطلقة الثالثة لها حال تاني مختلف؟ لأن الطلقة الثالثة مجرد ما بتقع طلقة بائنة. لا يجوز لهذا الزوج إن يرجع زوجته اللي هي كانت زوجته إلا بعد أن تعقد على رجل آخر ويدخل بها، ويكون الزواج هنا مش على سبيل التأقيت او ان هو زي ما شفنا في الافلام موضوع المحلل وغيره. الكلام ده كله حرام، لعن الله المحلل والمحلل له. انما يكون انها فعلا راحت تزوجت وعاشت وحصل خلاف بلا تدبير مش مدبر بينها وبين الرجل الثاني وطلقت. في الحالة دي ممكن ترجع لزوجها الاول بعقد ومهر جديدين وتبقى ليها حياة كاملة زي اللي كانت في الاول. لكن خلاف كده الزوجة دي لا تحل لهذا الرجل طالما لم تتزوج بعده زواج تاني. ده عشان كده حبينا نوضح ان الطلقة الثالثة طلقة بائنة. وعاوز اوضح بسؤال، يعني ادي رسالة لكل راجل عمال يحلف بالطلقات طلقات طلقات. انت مراتك لها عندك 3 طلقات، يعني انت لو برمت شنباتك كده 3 مرات في اليوم راحت اتحرمت عليك مراتك. فاحنا عاوزين يا جماعه واحد يجي لي يقول لي والله احنا كنت عند الشيخ فلان وقلت له انا طلقت مراتي، قال لي ده نيتك كانت ايه؟ مش عايزين نتهاون في الموضوع ده، مش عايزين نتهاون في الموضوع ده. ودايما تحت امركم وفي رعايه الله، وكل سنه وانتم طيبين.